الفرق بين بازوكا مصر والفرق ما بين بازوكا الكويت. هنحاول نوحد الاوردر عشان المقارنة تبقى فير. طلبت الاوردر الساعة 6:40 دقيقة. الحاجات اللي هو طلبها كلها كان سعرها 12.5 دينار. عايز وجبه 12 قطعه سبايسي، تمام، سلطه كولسلو كبير، فاميلي فرايز، لتر بيج كولا، موتزاريلا ستيكس، صوص باربيكيو، تشيز فرايز، صوص الجبنه وجار الجبنه. 925. هتنورنا هنا ولا تيك أواي؟ لا هنا. المفروض ان احنا فتحنا الاستبوتش دلوقتي علشان ايه نشوف الاوردر بتاعنا هياخد وقت قد ايه. المفروض ان انا طلبت الاوردر بتاعي الساعه 11:30 بالظبط. المطعم عائلي جدا والديكورات رائعة، وفي منطقة ألعاب أطفال وجلسات أو الدور. ده فرع وصل الدهشور الشيخ زايد. زي ما انتم شايفين المكان من جوه كده، وكان المكان من بره حلو جدا، والمكان من جوه برده كان حلو جدا. استلمت الأوردر الساعة 7:04، يعني 24 دقيقة. المفروض الاوردر بتاعنا بالظبط خد 10 دقائق تقريبا. الفرنش فرايز عجبتني جدا، مدملكة ومقرمشة. نجرب بقى البطاطس. هي مقرمشه وكل حاجه، لحم البطاطس كده مش موجود. الفرنش فرايز مع الهالوبينو وصوص الشيدر السحري بنطلبهم بالاسم لأنها فواتح للشهية، طعمها جامد جدا. الفرايز مع صوص الجبنه، ننزل عليها شويه جبنه كده من فوق. الجبنه متماسكه شويه، انا كنت عايزها تبقى سايحه عشان نعرف ايه نجربها. بطاطس مع هالبينو مع صوص الجبنه. طعم صوص الجبنه خطير، عجبني قوي. موتزاريلا ستيكس للأسف كانت بتقطع كده وما عجبتناش خالص. خش بقى على الموتزاريلا ستيكس. لا 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 جامده، احنا هنكسب شكلنا كده. ايوه بقى طعمها جامد. حبينا نشوف الدجاج من الداخل، نطمن انه مستوي كويس والتتبيله واصله للداخل. بصراحه الطعم جيد ومستوي، ولكن البريدنج مش مقرمش قوي. هبدا بقى ايه بقطع الفرايد تشيكن. نبدا باول حاجه الدبوس. بصوا هو البريدنج يعني بالنسبه لي هو حلو، بس مش احسن حاجه عامه. اللي عجبني اكتر التتبيله كويسه جدا، فيها سنه سبايسي كده فمخليه الفراخ طعمها حلو. نشوف بقى نظافه الفراخ من جوه كده والتتبيله. لا ما شاء الله الفراخ بيضه من جوه كده. نضرب بقى الكولسلو، ما جاش معاه سكه خالص، يعني انا ما حسيتوش بصراحه. لا الكولسلو حجمه ممتاز جدا مع الوجبه ال 12 قطعه، وحاسس انه فريش وجميل. هنشوف بقى الاحجام بتاعه القطعه ذات نفسها. ما شاء الله انا شايف ان حجم القطعه هنا يعني كويس جدا. للاسف انا حاسس ان القطع صغيره شويه هنا في بازوكا الكويت، انما الاكل كله ديليشس وحاجه روعه جدا. وبس كده. ولو عايزيننا نقارن ما بين مطاعم الكويت ومطاعم مصر اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، وتعملوا لنا لايك وتتابعونا على قناه ابو حميد وقناه ابو كريم. يلا سلام عليكم. وبشكر جدا شركه بايكار في عرب الرمل، كابتن عمرو وكابتن محمد. في اي مشوار بحتاجهم بيجوا لي في ثواني.